زوار موقع بديل، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وهي حلقة مؤلمة وصادمة ومفجعة ومرعبة، لأنها كتضمن معطيات كتأكد بأن اللي قال لكم المغرب تغير غير تيكذب عليكم، اللي قال لكم بأن القضاء مستقل غير تيكذب عليكم، اللي قال لكم بأن كاين شي حاجة سميتها هيبة القضاء غير تيكذب عليكم. اليوم من محكمة أسفي الاستئنافية معطيات في غاية الخطورة المغاربة بكل المقاييس. اليوم غتكتشفوا المغرب الآخر، المغرب الوجه البشع ديال الدولة المغربية، الوجه البشع ديال القضاء المغربي، الوجه البشع. يعني ما نقول لكم المغاربة هذا الشيء والله العظيم ما عندوش علاقة بالخوف والزعامة، ماشي هذا. لا كنا باغيين نبنيو البلاد، لكن كنخافوا على المغرب. الشيء راه غير مقبول، الشيء راه غير مقبول بكل. واش المؤسسات اللي كنرجاو فيها الخير واللي كنتمناو منها الخير تولي هي مصدر رعب ومصدر فزع ومصدر قلق؟ الشيء راه مرعب، والخطوره الميل بيد الملك محمد السادس. ها واش الخطوره الافظع؟ كلكم المغاربه كتعرفوا الميف ديال صلاح الدين الخايب، داك الولد ديال الاسفي المدان ابتدائيا بالسجن مدى الحياه بالمؤبد، تهم بقتل رجل اعمال صديق ديالو. وكتذكروا بان القاضي اللي كان اصل الجلسه كان دار واحد القرار كيطلب فيه تمكينه من الخبره على المكالمات الهاتفيه اللي جرات ما بين الضحيه والجاني المفترض، ما بين اسماعيل خليل هو رجل الاعمال والجاني المفترض هو صلاح الدين الخايب. جات واحد الخبره نفذتها النيابه العامه، عفوا اوامر النيابه العامه، وسهر على تنفيذها واحد ضابط شرطه سميتو عماد خويا. وإلا كتذكروا الدفاع ديال صلاح الدين الخايب رفض ديك الخبره. علاش رفضها؟ لانها ما فيهاش طومبو، ما فيهاش طابع بحال اللي غير جايه من شي قنت، ما فيها لا طابع لا اتصالات ولا انوي ولا اورانج اللي كانت ميديتي ذاك الوقت، ما فيهاش المضمون ديال المكالمات 06 07. يلاه علاش غنديروا بها؟ المضمون ما كاينش الى جانب عدد من الحويجات، وتم رفضها كذلك من طرف الدفاع لان الشرطه هي طرف في القضيه. كتعرفوا بان ولي الامن السابق احمد الطوال كيتهموا صلاح الدين القاي بانه القاتل، والدفاع الحبيب حاجي داخل الجلسه قال اللي قاتل هو صلاح الدين الخاي، هو عفوا هو احمد الطوال، وبوشعيب الخيري رئيس المخابرات المدنيه ديال دي اس تي، ورجل واحد رجل اعمال سميتو دندون عبد الرحيم دندون. من داخل الجلسه هادشي داخل الجلسه وراه مكتوب كيتو وتم الوصف ديك الوثائق بوثائق ديال الزريعه ولا ديال التحميره وديال الكوكب، لانهم ما عندهمش طابع رسمي وفيهم اهانه للمحكمه. تم استبعاد ديك الوثائق والمحكمه دارت قرار اخر. شوفوا المغاربه الرعب، دارت قرار اخر يكون فيه المضمون تكون فيه التفاصيل، والمحكمه هي اللي تشرف على هذا الشيء. ما تمش التفاعل مع المحكمه. ولا عقلتوا كان رئيس الجلسه قال في واحد الجلسه راه اخر ما يحترم في هذه البلاد هما القضاة، راه حنا كنصيفطوا الادارات كنبغيو شهاده الوفاه، ما كيتمش التفاعل معنا. من بعد غيطلع الدفاع ديال صلاح الدين الخاي هو اللي غيشرف على العمليه ديال احضار هذه الخبره، وما غيتمكنش من هذا الشيء هذا. من بعد غتجي المحكمه اليوم، شوفوا المغاربه الرعب الذي ما بعده رعب، وغتجيب الوثائق الخبره. شكون غيشرف عليها؟ النيابه العامه. شكون اللي غيكون الشرطي؟ هو النيت، هو النيت عماد خويا اللي تم الطلب ديال الرفض ديالو، ها هو عماد خويا ضابط الشرطه. والمصيبه التي ما بعدها مصيبه على المغاربه، تصوروا معايا الخبره الاولى فيها 16 مكالمه ديال الزوجه الثانيه الهام، وهذه واحده من المشتبه بهم في الملف. 16 مكالمه ها هي كتهضر في الخبره الاولى اللي تم الابعاد ديالها، اللي ما عندها لا طامبو لا والو، وجابوها البوليس وتحت اشراف النيابه العامه. شوفوا المغاربه الخبره اليوم ما فيهاش هاد 16، هادو اللي بالصفر، هادو اللي بالصفر كلهم لا اثر لهم هنا. جوج ديال الوثائق المغاربه، الرعب المغاربه، هذا كنسميه انا كنوصفه بدوله الرعب، دوله الرعب. لان القضاء هو ملاذ، هو ملاذ المستضعفين، هو ملاذ المظلومين، هو ملاذ المحقورين، ملاذ المهضومه حقوقهم. من القضاء كيولي مصدر فزع ومصدر رعب ومصدر تلاعب. وملي كنهضروا على القضاء كنهضروا على، لان هنا دابا هذه النيابه العامه ومعها الشرطه، القضاء الواقع جزء من القضاء، وهنا الشرطه راه عندها وظيفه ديال الشرطه قضائيه.
يعني جزء من القضاء. شوفوا المغاربه، شوفوا معايا 16 مكالمه الزوجه الثانيه لا اثر لهم في هذه المكالمه، في هذه الخبره. يعني بجوج مصادرين على نفس الجهه، هنا كاين 16 مكالمه اللي هي ما كاينش. شنو ممكن، كيفاش ممكن نعلقوا على هذا الشيء المغاربه؟ كيفاش ممكن نفسروه في الوقت اللي كاين عدد من المغاربه كيدوزوا الحباسات على اتهامات بالتزوير ولا بتحريف وقائع ولا بالتصريح ولا بشي حاجه، كيضربوا المغاربه 5 سنين الحبس. كلكم كتذكروا حسن اليوسفي الصحفي والحقوقي رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان بتيفلت، كيدوز 5 سنين الحبس، مسكين فقير فقير. شكون هو حسن اليوسفي؟ هو داك الشخص اللي كان كينتقد البوليس في تيفلت، معروف، واتهم بالتبخيس من جوده الامن. هو اللي صيفط لنا واحد المره تقرير مركز كيهضر على واحد التلميذ ضربوه البوليس وفرشخوه البوليس ديال الخميسات بعضهم، وعطانا وتمكنا من شهاده طبيه فيها مده العزل تقريبا شي 23 يوم، تلميذ من المدرسه. وجا الحموشي ودار بيان كاين فيه هذا الشيء ما كاينش، ومن بعد بينا حنا كاين الضرب وكاين شهاده طبيه وكاين اثار الدماء. هاد الشخص هذا حسن اليوسفي هو اللي كان عنده مشكل مع رشدي الشرايبي مدير الديوان الملك محمد السادس. هاد الشخص هذا كيدوز 5 سنين الحبس دابا، ومكارفصين عليه في السجن بشهاده مرته البارح، معديين عليه. وكتقول لك مرته غير البارح هضرت معايا قالت لي لا، قالت لي ما عارفه فين، لا اتصال لا تواصل، واش تقطعت من شي بلاصه، واش شي كاش ما عارف، ودايز عليه الدكاكه ديال الدنيا والدين. واللي الصمت حقوقي عليه غريب من غير جمعيه الدفاع عن الانسان. وحتى رئيس ديال عباد الله ديالو كما قالت لي مرته البارح، قالت لي كيهضر على الزفزافي، وقالت لي واحد اللي رئيس الفرع معاه قالت لي لا ما كيهضرش عليه. شنو مشكلته؟ مشاو داروا به الشكايه، شكون دارها؟ محمود عرشان ولدو عبد الصمد عرشان. شكون عبد الصمد عرشان؟ ولد الكوميسير، رجل ديال دريس البصري اللي جلد وتكرفس على المغاربه تاريخيا، كيضرب 5 سنين الحبس. يلا خلى مرته مسكينه حامله ولدت وهو برا، والبنيه ما كاينش الرحمه، ما كاينش الجرام د الرحمه، جرام د الرحمه ما كاينش. ومسكينه مراه ما عندها ما تاكل، ما عندهاش اللي يخدم عليها، وخلى امو. تشوفوا تما المغاربه تبكي تقول واش انا مغربي، تقول اخ من المغرب، تقول اخ من هاد البلاد، والله تقول اخ. بقى تقول هاد المسؤولين واش مصاوب قلبهم بالحجر ولا بالزفت، ولا بنادم يواجه الموت. كاين لا حمايه اجتماعيه لا ضمان لا مدخول لا والو، عايش بنادم القدره الالهيه، مكاينش الدوله، كلشي حاضر، الغائب هو الدوله المغربيه، حكومه اللي بغيتي. وكيدوز الحبس وضرب الحبس في الرماني بالصمت. والناس ضرب الملايير وسرق ونهاب والفلوس والقصاير وكذا برا، والدنيا هانيه، مسؤولين ووزراء. وهذا وليد مسكين 5 سنين الحبس، قضاء اسم صاحب الجلاله، وتبقى لي كيطبقوا معاه زعما القانون ورماو في الرماني. يلا دابا كنديروا في هادي، يلا المغاربه، ها انتم المغاربه، هذه الشرطه، هذه الشرطه سي الحموشي درتي باين على التعذيب. ها انت سي عبد الحموشي، هذه الشرطه تابع لك هذا اداريا، تابع لك اداريا، بصرف النظر دابا هو عنده وظيفه دابا قضائيه، ولكن تابع لك اداريا. شوف هذا شوف هذا الشخص. يعني شوفوا معايا دابا هنا مكالمات ما كاينش. هذه عاد اللي شفنا بسرعه، باقي ما درناش بحث افظع من هذا المغاربه، افظع من هذا الشخص هذا سميتو العربي الشنيقري ولا العربي الشنيري. هذا هو اهم شاهد، هو الشاهد المحوري، هو اهم شاهد في الملف ديال صلاح الدين الخاي. من نهار الحد هو مختفي، لا اثر له، ما كاينش الاثر ديالو. الزوجه ديالو دابا عاد قطعت معها المكالمه، اش كتقول؟ غاد تخرج نهار الحد، مشى للخدمه، مولف كيجي في 6 الصباح او 7. قالت لك راجلي ما كيمشي عند الحد لا عائله لا والو، ما كيغيبش. مره واحده قالت لك بلي تزوجنا، مره غضبت انا وياه غير شي حاجه قال بنت حياته، خرج بالموطور من الخدمه. مشات هي عند السيده الباترون اللي كيخدم معاها، قال لي ها، قالت له راه مخرجه شي راجلك، راه خرج شي فلوس، داني فلوس وقرعات خنشات الشراب وكذا. بينما السيكوريتي هي كتعاودها كيقول لها لا شريفه، راجلك خرج بالموطور. فين لقات الموطور دابا ديالو؟ لقاتو في مستشفى
لان واحد اللحظه ملي قلبت من نهار الحد واثنين وثلاث ولا 4 قلبت واتصلت بالعائله بالاسره لا اثر له. علاش وريتكم هاد الصوره المغاربه؟ انا ما انا شوف كل متهم بريء وما غنسبقش القضاء، انا كنطرح اسئله من زاويه الصحفي. هاد الصوره اللي عطيتكم دابا ديال هاد الميكافون هو اخر مره هبطت انا للحسيم، هبطت انا للاسفي ودار واحد الكلمه لا تعقلوا كلكم ادخلوا اليوتيوب باش قلنا تطورات خطيره. راه كيهضر كيقول وكيبكي تيقول دم اسماعيل اللي هو رجل الاعمال لن يذهب سوداء وما غنتفاكوش معاه، كان فوق انا راه هضر بواحد الاصرار خطير. وهذا الرجل هذا عطاه الله واحد الذكاء من اخطر ما شافت عيني. عنده حس بوليسي. شنو هو حس بوليسي؟ كيعرف يشوف التناقضات وكيطرح اسئله اللي ما طيحش على اعتى المخبرين. ذكي. وهذا الميف ديال صلاح الدين الخاي هو اللي جبد التناقضات فيه، هو اللي عراه وبكل صدق على ارضيه. هذا انا اشتغلت في الملف، هذا هو اللي حل عيني على الملف من خلال الشغل. ذكي. وغير مؤخرا في التحقيق واحد محضر الشرطه تصوروا المغاربه. ما العظيم ما بقيت نعرف كيفاش نهضر في هذه البلاد. شنو نقول؟ بقيت نغوت مابقاش يسمع الغلط. كنقول ما كاينش. تصوروا المغاربه محاضر الشرطه اللي طلعت فيها التزوير، فيها الكذوب، فيها التناقض، فيها كل شيء. ووراني هو واحد المفارقه في ذاك المحضر الشرطه غريبه وغريبه جدا. والمره ديالو دوما اتصلت بها كتقول لي هذا التصريح اللي دار وفي الساحه على صلاح الدين الخاي قالت لي سمعته من ناس اخرين ودابزت انا وياه. يعني هي عندها شكوك، كتشك ربما يكون الاختفاء ديالو ولا الغياب ديالو عنده علاقه بهذا الملف ديال صلاح الدين الخاي. والمراه مسكينه قالت لي ما نتهم حد، قالت لي ولكن تقاتلت معاه ما يديرش هاد التصريحات، ولاول مره كيدير تصريح بالميغافون والساحه عموميه. وهذا الشخص هذا فين مهمته؟ نعطيكم غير نقطه ديالو اخطر ما دار. لان القاضي الابتدائي اللي دار صلاح الدين الخاي بالسجن مدى الحياه بنى حكمه اساسا على اعاده تمثيل الجريمه، ان صلاح مشى مثل الجريمه. هذا شنو جا دار في الملاحظات اللي عنده؟ قال لك لا، قال لك ملي كتشوف اعاده تمثيل الجريمه صلاح الدين كيبان كيضرب السيد بالموس هنا وهنا وهنا صافي. هذا تيقول لك لا، الضرب كاين غير هنا غير في الراس، ما كاين حتى ضرب هنا. تما بدايه ديال المنعطف اللي عرفته القضيه من خلال هو تما لاحظ عاد ملي مشى شاف سليم ماشي هو هذاك، شاف عدد من التناقضات. هذا السيد هذا هو اللي فضحهم. الان منذ يوم الاحد الماضي لا اثر له، ما كاينش هذا السيد هذا. الشاهد الرئيسي المحكمه طالبه، وهذا الشاهد هذا كيجي دائما في الجلسات. وهنا غنقول لكم المغاربه مربط الفرس. رئيس الجلسه مصطفى سهم اللي تحيه ليه، هذه الجلسه الاولى اللي غاب فيها جا قاضي اخر في بلاصتو، وعدد من اعضاء الهيئه ما كاينينش، كلشي تبدل. واش خرجوا عطله؟ انا ما عنديش معطيات. واش شي واحد استبعدهم؟ الله اعلم. ولكن اللي خصكم تنتبهوا له المغاربه، وهنا بدايه الاسئله ديالنا المقلقه الخطيره جدا. علاش هاد التحولات اليوم كلها وقعت في غياب هذه الهيئه؟ لانه شنو وقع اليوم؟ القرص الصلب، لانه مكان الجريمه العماره حداها واحد القهوه، ديك القهوه مثبته فيها واحد الكاميرا. نهار وقع الجريمه جاو البوليس عندهم القهوه خداو الكاميرا. شنو داروا؟ جابوا واحد الطرف منها فيه صلاح الدين دخل العماره وخرج باش يثبتوا الجريمه انه راه قتل. ولكن القرص الصلب ديسك دور لا اثر له. قاد الدفاع ديال صلاح الدين كيطالب بهذا الديسك دور. اليوم شنو غتقول النيابه العامه؟ قالت لك الديسك دور صيفطناه الشرطه العلميه غينزلوه. تصوروا معايا المغاربه الرعب، نناقش معكم الرعب. الرعب هو هذا. النيابه العامه كدير يعني ما بغات. كاين قرار قضائي ديال رئيس الجلسه اش كيقول؟ احضار القرص. ما تيقولش هذاك القرص نديو الشرطه العلميه ونفرغوه ويجي مكتوب ولا ماشي مكتوب، لا، تيقول احضار القرص. النيابه العامه اللي هي عضو في السلطه التنفيذيه في الحكومه، لان الوكيل العام اش كيمثل؟ هو كينوب على رئيس النيابه العامه. شكون رئيس النيابه العامه في المغرب؟ هو محمد اوجار. حدود ساعه قبل ما يولي شي شهر ولا شهرين عبد النبوي رئيس المجلس على السلطه القضائيه. دابا رئيس النيابه العامه هو عضو السلطه التنفيذيه، الحكومه جهاز تنفيذي. هذه السلطه التنفيذيه دورها كتنفذ القرار ديال الرئاسه اللي هو كيحكم كيامر والاخر تينفذ. تصوروا معايا المغاربه، هذا الوكيل العام خارج اطار ودون توجيه ولا استشاره ولا قرار ولا ملتمس من المحكمه، مشى ودار بوحدو ما قال له عقلو وصيفط. وباش عرفتي انت يا المحكمه ما غتطلبش هذا الشيء من الدرك الملكي؟ واش عرفتي هاد المحكمه ما طلبش هادشي من المخازنيه اللي ينفذوا هادشي؟ ولا ما طلب حتى حاجه؟
ولا دير شي بعتها ما عرف شنو يقول لها عقلها. كيفاش النيابه العامه حيت الملف ملي تيكون عند عند القضاء ديال الحكم او قضاء الرئاسه او القاضي اللي كيجلس هذاك ما كلشي كيهز يدو، كتولي النيابه العامه ولا الشرطه غير كتنفذ. قالتي لي دير هذه دير هذه. حنا عندنا في ملف صلاح الدين الخاي الوكيل العام كيتجاوز الرئيس، كيدير ما بغا. واش المغاربه كاين شي رعب؟ المغاربه اللي عندكم ملفات في البلاد، المغاربه شوفوا على بلاد كيفاش دايره، شوفوا على رعب كي داير. اليوم كتصيفط للشرطه العلميه كما قلت، ورئيس الجلسه مصطفى سهم ما كاينش. اذا نحن امام تطورات مرعبه. الوكيل العام كيتصرف وكيصيفط للشرطه العلميه بدون وجود قرار قضائي. الخبره اللي جات اليوم لا علاقه لها بالخبره اللي سبقات، ما فيهاش طومبويات، ما فيهاش. الا كانت نفس الخبره غتجي وغيتحيدوا من هاد عفوا 16 مكالمه، علاش ضيعنا هذا الوقت؟ واش هذا ماشي استهزاء بالقضاء؟ واش كاين شي اهانه لهيئه الدفاع والمحامون كلهم في المغرب خصهم يهضروا؟ لان الجريمه اللي وقعت اليوم ضد المحامون غتوقع ضد هيئه المحامون كاملين. ولكن هذا الشيء عادي يوقع على المغاربه. عرفتوا علاش؟ لان المحامي في مكناس قال له واحد البوليسي واللي هذا قال له سي الحامي على امك، وجاو شي شباب فيهم النفس بغاو يهضروا، كانوا باغيين يديروا وقفه. جا السي هذا الرئيس اقديم اللي قال لك يساري الحزب الاشتراكي الموحد ولا ما عرف شنو ولا ما عرفش من حزب هو، تصوروا باش ضغط ومنع الوقفه. ملي كيولي اقديم كيمنع رئيس جمعيه هيئه المحامين المغرب، كيمنع الوقفات اللي فيها انتصار لهيبه المحامين ولشرف المحامين. بس ما الشرطه دير هادشي؟ بس ما النيابه العامه تكرفس؟ علاش ما يحسوش بالهيبه ديال المحامون محقورين، تحقروا حقرهم في هذا الرئيس هذا اقديم حقرهم. لان هذا الرجل عنده حسابات خاصه هذا الرجل. باش تضغط عليهم باش ما دارش وقفه تحت الذريعه تحقر من لحظه حساسه وماشي حساسه. شوفوا المغرب، شوفوا البلاد، شوفوا البؤس اللي وصلنا له في المغرب. بقى عندنا لا احزاب، بقاو عندنا لا نقابات، بقاو عندنا لا جمعيات، بقاو عندنا لا نقيب. كل تراجع في المغرب كامل. تشوفوا على بؤس. ها التبعات ديالك السي اقدم يلا، ها المحامي حيح ودار ملتمس، ها الدفاع تفاعل معاه، المحكمه تفاعلت معاه، ها هي الشرطه دارت ما بغات هي والنيابه العامه. يلا دابا ماشي خص المحامون في المغرب يهضروا واش هذا ماشي محاكمه العادله؟ دابا هذاك الاستاذ ديك المره اللي كيتابعوا عادل الكرطومي والمداحي اهانه هيئه منظمه وهيبه ياك نتوما الجمعيه ما كدافعوش على استقلال السلطه القضائيه؟ يلا حسي عبد الحق العياسي الودادي الحسني للقضاة، يلا حسي الشنتوف عبد اللطيف نادي قضاة المغرب اللي كديروا البيانات على الخارجيه الامريكيه، كديروا بيانات على الصحراء والمينورسو وما المينورسو، ياك درتو بيان على المينورسو والصحراء قضيه سياسيه، درتو بيان على تقرير الخارجيه الامريكيه، وانتم جمعيه قضائيه تعنى بالدفاع ها السلطه القضائيه، ها البوليس كيدير ما بغا. انا واش نقول لكم انا الفضح هذا هو المهداوي كيفضح الفضح، يعني ما كاين والو في هذه البلاد. هنا كيبان لك هنا الحساب. يلا حنا عارفك السي عطيف الشنتوف درتي بيان على المينورس وكذا، ها البيان الحقيقي هيبه القضاء مؤسسه القضاء. يلا حسي العياسي اللي تابع الكرطومي وكذا وهسي اطلس. يلا انتم شوفوا معايا المغاربه، محكمه السي سهم داير قرار، ها الشرطه والنيابه العامه شوفوا واش كتجيب. نفس الخبره اللي رفضناها وضيعنا الوقت. سمعوا المغاربه شنو كتقول الزوجه ديال هذا السيد، وطبعا المكالمه كانت مسجله وبطلب منها وبرغبه منها وباتفاق معها. سمعوا المغاربه، نبغي نسمعكم باش تحسوا بالرعب المغاربه. مسكينه المراه مفجوعه، مرت هذا الغسال اللي دابا غتموت بالخلعه. ما غاديش نقدر نسمعكم كلشي لانه قال لي شوفي راني كانت عاطياني بيرو. شنو الخلفيه شنو الاسباب؟ سمعوا المغاربه سمعوا. انا كنقول لها المكتب ديالها علاش حيتي لي البيرو، كتقول لي انا حصلت عنده شي حاجه وما بغيتيش ندخل هذاك البيرو. المهم باش نكمل لكم، هي كتهضر على الباترونه ديال راجلها، مشات عندها وكتستفسر على راجلها. المهم النقاش هنا، ما بغيتيش ندخل هذاك البيرو، انا لقيت عنده شي حاجه، اشنو هي الحاجه الله اعلم، انا شي حاجه لقيت عنده وما بغيتيش ندخل البيرو. وهذاك التصريح اللي كان دار في الساحه على داك صلاح الدين الخاي اخر مره باش كان كيبكي في واحد الفيديو شفتيه؟ شكون؟ هو العربي دار واحد التصريحات على صلاح الدين الخاي اللي كان في الساحه ديال انا كنت بطل تما وانا صورت نشرته في موقع بديل،
واش انت شفتي ملي كان كيبكي على اسماعيل الخليل كيبقى يبكي وكيبقى يعاود، شفتي داك الفيديو؟ لا ما عاودلكش عليه؟ ما عاودش لي عليه، ولكن ما تفاجأت عاود لي الناس وقال لي فيديو تناقشت معاه. قلت له ما كانش عليك تصور؟ كان هيك صارحني علاش؟ تقول لي اشنو درتي، كان هيك تقول لي اشنو درتي، انت ما قالش لي اشنو درت، سمعت مع ما الناس. تبقاش معايا يهضر في داكشي ديال صلاح الدين الخايب. لا انا ما نطاقش نهائيا نهضر في هذا الشيء، لان ما نكذبش عليك، هذا الشيء انا دوكا هذه المشيه اللي خرج راسي دابا انا خايفه منها. يعني تقدر تكون في عندها علاقه بهذا الميز؟ ماشي ما نقدرش نقول للناس، ما نقدر نقول حتى شي حاجه. دابا انا ما نقدرش، دابا انا اللي شاده فيه هو السيد اللي خدام معاه، كنقول السيد اللي خدام معاه. دابا انا دابا ما تبدا دابا المهم دابا هي يعني اللي اساسي بالنسبه لي انا هو الموتور جا للمستشفى مع حتى واحد ما قدر يعطيك الخيط دابا ديالو ياك. دابا حتى حد ما تقرا انا الفخ ديال الموطور، وكنتفاجئوا اليوم كتصيفط لنا ورقه جابها لي العون من عند المحاميه بلا هذا السيد اللي ما جاش بعد 8 معطي. دابا هنا كتهضر على الباترونه ديال راجلها، صيفطت لها واحد الوثيقه كتقول لها على راجلك اللي ما بانش من بعد 8 ايام غيتم الطرد ديالو، بخصوص الموتور غيتلقى الموتور بلا ورق في المستشفى. عطى الفلوس وتطرد من الخدمه. ما يمكنش هذا السيد 17 عام وخدام مع هذه المراه وتيطيح لها في العافيه. 17 عام ولا 15 عام ما عقلتش، المهم وخدام مع هذا السيد وكطيح لها في العافيه وكيخلي ولادو. واش هي الخدمه ديالها هي؟ هو جيرو ديال الخدمه، وهي اليوم دارتو حريص. جيرون ديالها شنو؟ هو جيرو، شنو كتبيعي؟ هو جيرو ديال الكارتين ديال الشراب. هي عندها بيسري؟ عندها هي الشراب في الكارتين، كتبيع الشراب في الكارتين، كتخرج تبيع برا، تبيع السقاطه برا لعباد الله ديال الخدامه اللي كيبيعوا لها السقاطه برا وعندها الداخل. هو جيرو ديال كل شيء. اليوم كنتفاجئ بورقه كتجيني بالله هذا الراجل غير حارس. يعني كلمه جيرو غير فما هي وزيد عليها هو. ما عندوش الورق جيرو، عنده الورق حارس. هي بس صيفط لي اليوم الطرد ديال الخدمه، بعد 8 ما طردوا من الخدمه. عندك معاه وليدات؟ جازت الوليدات انا باقا نافسه، انا وليدي عنده شهرين، وكنقول لك نهار الحد انا كنوجد الاسبوع تاع ولدي. والله يجعل. انا هذا الحد كنوجد الاسبوع ديال ولدي. ما يمكنش هذا الراجل يزيد وغيخليني هكا. ومولف كيف؟ ما يمكنش. مولف شي مره؟ لا واحد المرات كنا مناقشه انا وياه، قال لبنته خرج وعيط لبنته قال لها انا نموت غنمشي نسافر نتنفس شويه وغادي نجي. ولكن انا تناقشت معاه، انا صراحه تناقشت معاه الفيديو ديال دار في رمضان. ماشي انا دار خايك نخصهم كخوتي، ولكن انا بغيتو اي حاجه بغى يدير فيديو ولا يدير شي حاجه ما خليش نسمع مع الناس، يقولها لي هو فمو. يقول لي انا غندير ديك الحاجه وغندير ديك الحاجه، ما يخليش انا نسمع مع الناس. عمرو ما تشكر كي شي تهديدات ولا ضغوطات جاتهم من شي جهات ولا؟ انا عمرو ما تشكري وسولته شحال من مره، عمرو ما تشكري، ولكن هي عيطات لي وكان عندي دابا ولد خاي واقف معايا وكتهضر في التليفون، زي التليفون يسمع بودني بالله. جاو تهديدات وشكى عليها هي، قال لها انا واخا يجيو تهديدات انا عمرو ما يقدر يقول لي جاوني تهديدات. لمن هو قال لها جات تهديدات؟ لمن قالها؟ قالت لي بلا راجلي انا عربي، قال لي مادام سلاوي انا جاوني تهديدات. ولكن انا ما خاف من حتى شي واحد. شكون اللي قال لك انت هذا؟ ولكن هي اللي قالتها لي راه قدام ولد خاي سميتو دابا اللي كان عندي. شكون اللي كيهدو؟ ما عرفتش انا، رياضي قالت لها ولد خاي واقف تسمع التليفون بودني، راك ما زيتو التليفون تسمع بودني. انا بالنسبه لي انا اصلا تناقشت انا وياه في رمضان على قبل هذا الفيديو، ولكن ما كانتش مناقشه اللي غنوقع فيها هادشي. دابا اللي اساسي ما عمرو ما غدر قد هاد المده، ماشي من عاد يغدر عليك. لا ما عمرو غدر، هو انا تعطل غير الخدمه كيعيط ليا. سولتي الاسره العائله العائله؟ ما كاينش، سولت كل شيء. هو من النوع اللي فيه النفس ما يمشيش عند شي حد بلا ما يدي واخا واحد في ولادو في يده. دابا المشكل هو الموتور، والورق الموتور قلت لي ما لقيتيهمش. ما كاين لا ورق الموتور لا حتى شي حاجه ما كاينه. طبعا الحطه ديال الموتور ماشي حطه العربيه هذيك. وصل الموتور؟ يعني الموتور متكي بزاف على جنبه. واش وصل المستشفى ولا في الباب ديالو؟ لا في وسط المستشفى، كتطلع حتى كتبدل قسم الولاده. يعني دخل وسط المستشفى؟ داخل وسط المستشفى، يعني داز على السيكوريتي تاع الباب، داز على السيكوريتي تاع الارجونس على الدار. داز على السيكوريتي ضروري. داز على السيكوريتي تاع الباب وداز على السيكوريتي تاع الارجونس على الدار. واخا لاله، شكرا لك بزاف. الله يجازيك بخير سيدي. اذا كما كتسمعوا الان غير من هذه الملاحظه ديال الزوجه اللي غريبه جدا، ان راجلها بالموتور ديالو دخل المستشفى، داز على الحارس الاول يعني ديال الباب والحارس ديال المستعجلات وعلى الدار،
وعاد كاينه كاميرات ديال المستشفى، لان الموتور غيلقاوه داخل المستشفى ناعس واحد البلاصه ما كاينش الوراق ديالو، الموتور ديالو داخل واحد المستشفى، وراجل هكا تقول لك من داخل الخدمه وحتى العساس ديال الخدمه قال لك ركب على الموتور، قال له غنمشي نجيب شي حاجه ونجي، وقال لك من عادته في ديك اللحظه كيمشي يجيب شي كاس كروط ولا شي حاجه، وما كيظهرش الراجل الى يومنا هذا. ف طبعا كما كنقول لكم وقلتها في الاول، حنا ما يمكنش نسبقوا البحث القضائي، ما يمكنش نسبقوا الاحداث، ما عرفناش شنو وقع لهذا السيد، ولكن اللي اساسي وكنأكدوا عليه هذا ابرز شاهد في الملف ديال صلاح الدين الخاي، هذا هو المهم، هذا هو اللي قلب القصه من ا لزد. والان كاين رعب كتعيشوا الزوجه، كيعيشوه المحيط، وكيعيشوا عدد من الناس في اسفي تواصلت معهم بخصوص هذه القضيه، كاينه فزع وكاين ناس كيسولوا واش رجعنا لشبح الاختطافات، واش رجعنا لزمن الاختطافات، اسئله تطرح الان، واللي ملقى على عاتق الان يطمئن الناس في اسرع وقت ممكن هو الاداره العامه للامن الوطني والمخابرات المدنيه، خاصها في اسرع وقت هاد السيد يبان، لان الملف حساس والملف كيتابعوه المغاربه. ما يمكنش الان حنا الا رجع النقاش ديال الاختطاف، والمغرب الان راه فيه الاغتيالات، كاين احنا شفنا الاغتيال ديال البرلماني المرداس، سمعنا واحد الناس دابا الان كيقطعوا الرؤوس، واحد بغى يقطع الراس وما تعتقلش، بغى يقطع الراس حتى ديال الصحفي، القتل. دونك المغرب رجع لواحد المستوى الان من افظع مما كان في الوقت، حتى كنا اعتبرنا قطعنا مع هاد الاوضاع هذه، فاذا بنا مؤخرا ولا كنسمعوا الاخبار ديال قطع الرؤوس وديال القتل وديال الاغتصاب وديال عدد من الحوايج. والان هانتوما كتشوفوا شاهد رئيسي دار كلمه مهمه في الساحه ديال الاسفي الان اليوم مع التطورات الاخرى. وهنا كنسول وكنطرح السؤال اللي طرحته، واهم سؤال في هذه الحلقه، ونبغيه يبقى حلقه في اذن كل مستمع لهذه الحلقه: لماذا اختفى هذا الرجل؟ واحد، لماذا هاد الخبره على الهواتف اللي شهور حنا كنطالبوا بها جات حتى اليوم؟ لماذا هاد القرص مشى للشرطه؟ لماذا هاد الشيء كله وقع ملي غاب القاضي العفيف والشريف سهب؟ بصراحه ماشي باساءه لهذا القاضي اللي جا دابا، انا ما كنعرفوش وما عارفوش، ولكن لماذا هاد الاحداث كلها وقعت ملي غاب هذا القاضي؟ هذا المغاربه هو السؤال المهم، علاش هاد الشيء كله وقع ملي غاب ذاك القاضي؟ شكون اللي مسرع؟ واش كاين شي علاقه ما بين اختفاء او اختطاف او غياب هاد الشاهد الرئيسي وما بين هاد الخبره المشوهه اللي جابت اليوم الشرطه تحت اشراف النيابه العامه، وهذا القرار الذي لا علاقه بالمحكمه اللي ديال انه تم التفريغ؟ شكون اللي كيقول بان القرص الصلب خصو يعني تم الكتابه ديالو ما يكونش متابع؟ اذا المغاربه هذه معطيات مرعبه بكل المقاييس. المغاربه هذا الرعب الذي ماذا بعده رعب، وكيتزاد حده الرعب فكاش ملي كتذكر ولا كنعرفوا بان هذا الملف عند الملك. بالله عليكم المغاربه، من يكون الملف عند الرئيس الاول ديال القضاء محمد السادس، الملك اللي بيدو كاع الصورات، والملف يعرف هاد التلاعبات وهاد الانحرافات وهاد المده كلها في المعالجه. كاين ملفات في المغرب اللي تحكمت في جلسه واحده في 5 دقائق، راه وقعت مع واحد الصحفيه في الدار البيضاء، 5 دقائق تحكموا الملفات. كاين الملف اللي داز في سيمانه. شوفوا هاد الملف المغاربه شهور وشهور وشهور، وكأن هذه المحكمات اسفي لا علاقه لها بهذا القضاء المغربي. وهذه المغاربه الخطوره ديال هذه القضيه افضح ما فيها، اولا بيد الملك محمد السادس وعرف الملف هذا الشيء هذا، يا اما الملك ما تيحكمش، يا اما الملك ما نعرف ما نقدوش نقولوا شي حاجه اكثر من هادشي. وحتى الا كان الملك ما كيحكمش ولا ما كيخافوش منه ولا عطاهم الملف ومن بعد داروا ما بغاو، في كل الحالات الملك في وضع لا يحسد عليه، في كل الحالات ما يمكنش، هذا مصير دوله. انا مغربي ساكن في سلا دابا كنسمع هادشي سي فيني الفزع. كيفاش الاستثمار غيجي؟ كيفاش الخطوره الثانيه؟ كيفاش غنطمئنوا المحاكمات الزفزافي وسيليا وكاين ضمانات ومجلس وزاري كيهضر الملك على يجب المحاكمه العادله، وهادو هذه ما تخليكش تثيق في المجلس الوزاري. هاد الاساءه اللي كتسيء محكمه اسفين للملك. دابا انا كيفاش غندير نثيق في ذاك المجلس الوزاري وفي الملك اللي غتكون محاكمه الزفزافي؟ ترى اللعب، هذا التلاعب، هذا التغول، هذا التجبر. حنا كنعيشوا في دوله الرعب المغاربه، دوله الرعب. ما كاين لا قانون لا والو، كاين شكون اللي خالتو في العرس في هذه البلاد. كنبغيوش نقول لكم هادشي، كتدفعونا نقولوا هادشي. اخطر ما كاين في هادشي كيكرس واحد
الفكره بعض الاوساط وصلها بان هذا الملك هذا ضعيف سياسيا وضعيف في حكمه. ها هي واقعه غتخلي دوك الناس اللي كيشكوها كيتيقوا كيفاش ملف جديد الملك والناس كتلعب. ها هي الخطوره. ونهار يقتنعوا المغاربه بان الملك ما كيحكمش وضعيف الضعف. علاش حنا المغاربه علاش انا كنخرجوا كنحاول ما امكن شحال من مره كنحاول ندافع على الملك؟ علاش؟ شنو خلفيتي؟ لانني ماشي في صالحي نبين الملك ضعيف. علاش؟ ماشي لسواد عيون الملك محمد السادس مع احترامي له، وماشي لحقاش راه عندي اتفاق مع الملك، وماشي راه خدام مع جهه ولا اجنده ولا لا، لاني كنعرف هاد البلاد على واش واقفه. عندي الاميه في البلاد مصيبه كحله، اميه سياسيه، اميه حقوقيه، اميه قانونيه، اميه اجتماعيه. باش ما بغيتي عندك البشر متخلف اغلبيته، هذا واقع حال. راه عندك بشر متخلف، عندك نخبه منبطحه وسوقها خاوي وغارقه في الريع وجبانه وانتهازيه ومتواطئه وما عندهاش مشروع وما عندهاش برنامج حكم وما عندهاش كلمه وغير مؤثره ولا مصداقيه وما عندهاش شرعيه. هذا واقع الحال. زيد وعندك دونك ملي غتقيس الملك وتضعفو وتطيحو في وضع بحال هكا، ها الاميه ها النخبه سوقها خاوي، حيت ما كيكونش البديل. دونك الدماء في الشوارع، العافيه في الشوارع. واش في صالحي انا وفي صالح واش المواطنين في صالحهم؟ الدماء في الشوارع لصالح من؟ ها علاش المغاربه حنا كنحاولوا ما امكن الدفاع على ماشي الملك كمحمد السادس بن الحسن. الملكيه لا مونارشي يكون فيها عمرو ولا زيد، اطار كندافعوا على الاطار، ماشي على سلوكه وماشي مباركه سلوكاته وماشي متفق معاه في داكشي اللي كيدير ومع خطواته ومع ثرواته ومع قراراته. لا، كنهضروا على الاطار لا مونارشي، يعني الملكيه كاطار حكم كشكل حكم. ولكن ملي كتجي بحال هاد المشاهد المغاربه تعيدون نقطه الصفر. انا كليت العصا على الدفاع على الملكيه من عند الرعاع، من عند قصارى العقول، من عند بشر ما تيسواش، كيخرج كيبدا يهضر لك ما قاري لا فكر ولا نقاش ولا علم سياسي عنده ولا تاريخ الفكر السياسي ولا الشرط ولا والو. بنادم نفسانيا معامر حاقد صافي حيد على محمد السادس هو كيبان له عام وعام ما كيشوفش ما بعد يحيد الملك واش غيوقع. وخرجنا كندافعوا ماشي الدفاع لحقاش كان كيجيو الرعاع. كنقولها وانا كنقول الرعاع داوي النيات السيئه المتربصين. كنبقى نشوف بحال واحد السيد اليوم خارج تحشم تتسميه حشم فعيش في السويد قال لك الطبيب ما عرفتش واش كيتسمى. تصوروا المغاربه اش كيقول البؤس. داير فيديو انا ما كنتبعش هذه المصيبه، عاد شي واحد صيفط ليا اش كيقول فيه المهداوي كيخاف من الحموش. المهداوي واش كيقول دابا باش تعرفوا الجبن؟ كاتب واحد المقطع اش كيقول فيه دابا باش انا كيعجبني عا الراجل اللي صار يناقشوك برجوله. كيقول لك المهداوي انا عزيز عليا وما عزيزش عليا انا المهداوي وكاين شي امور تفاصيل. قول علاش غتبدا شي حاجه وتخلي تناوي عند البشر؟ قول كاين شي حوايج ما غناقشهم. المهداوي كيخاف من الحموش. شو هو المغرب؟ بكل تواضع تنقول واخا انا كيدفعوني لهذا النقاش ما تنبغيش نجاوب. تصوروا الصحفي الوحيد انا بكل تواضع وانتم كتقلبوا شكون اللي كيناقش الحموشي في المغرب؟ عطيوني شي صحفي في المغرب. الحموشي وعبد الحق الخيام. عطيوني شي صحفي في المغرب كيجبد الحموشي. شو الصحافه اش كدير عبد الحق الحموشي والخيام كوش الواحد وبكل ادب تناقشهم. ماشي تنطوع كاين المسؤول. البارح الاداره العامه للمواطنين دارت بيان كتوضع على المجلس الوطني لحقوق الانسان. شكون رد عليها المغاربه؟ شكون رد على الحموشي من غير المهداوي؟ فيديو شكون؟ كيجي هاد الطبيب تصوروا المغاربه بكل بؤس بكل جبن بكل خسه بكل نداله كيجرحك تيقيس لك في كرامتك لداخل. تلقاها كتشوف حتى البشر في السويد. هو في السويد المهداوي حدا الحموشي عاهنا المخابرات حدا الدرك في الرباط وكيجبد الحموش. وبنادم في السويد يعني عرفتي شنو السويد؟ راه يقول تا الله وشكون عقل عليه وكيجبد لك انت بكل وقاحه في دوله حنا استبداديه ديكتاتوريه. هانتوما كتسمعوا دابا السيد هو غاب يعني المهداوي في هذا الملف. انا ممكن غدا نطير وكنجبد الحموشي وكنجبد الدرك الملك وكنجبد حسني بن سليمان وكنجبد ياسين المنصوري وكنجبد الملك وكيجيو يعني البؤساء يعني ذوي النيات السيئه كيتوشيك في كرامتك. تبقى تشوف نخاف انا من الحموشي كما عدد من الناس البؤساء. الصحفي الوحيد بكل تواضع اللي مشى العيد ودوزت العيد مع ريافه
ودرت فيديو من داخل دار ناصر الزفزافي، من داخل الدار، وكنقول المآسي والحاله النفسيه ديال ناصر وباه بدون مونتاج بدون تقطاع، اللي قالوه تحط. وكتمشي عند ربيع الابرق وكتنقل المآسي ليله العيد. كاين شي صحافي في المغرب مشى، كاين شي حقوقي مشى، كاين شي برلماني مشى، كاين شي واحد من السويد ولا من ايطاليا ولا من فرنسا مشى ليله العيد فيديو سهل هذيك اثر عند المغاربه العيد لغدا، وكتواصل مع الناس وكتنقل. وكيجي البشر يبدا كنبقى نشوف شي تعال وشي هضره د البشر. تصوروا المغاربه البؤس دابا علاش جبت هذا. كنشوف دابا حنا هاد الحاله عندنا، ها هو الملف كي دايره الاستاذ غنخاف انا من الحموش، اجي السي السويد هضر على هذا، اجي الرباط وهضر على هادو. ها المافيا 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 قيس الملك وما تقيسش المافيا. الكرطومي اش قاس، عادل المداحي اش قاس، اش قاس في الدار البيضاء. راه قاس المافيا، قاس المافيا. السيركويات ضربوه لان المافيا شافت العافيه الراه حنا المافيا في اسفي كنهضر عليها المافيا. يلا شكون هذا المغربي ولا الصحفي اللي يقدر؟ ماشي كنبغي نزكي، راه كتدفعوني خصني نهضر على راسي. ودابا هادي دابا انا هاد الملف ديال صلاح الدين الخاي يلا فيه المخابرات وفيه الاداره العامه الوطني وفيه النيابه العامه. شوف شحال من جهاز، وشكون اللي كيحكم هاد البلاد ملي وفيه رئيس المجلس البلدي اخطر واحد دندون ديال حزب البا. وشوفوا البؤساء حزب البا، البؤساء المهداوي ديال البا. شوفوا البؤساء. كنبقاش نبغي نجاوب هاد المؤسسه محشومه. والله الا حشومه، والله الا حشومه، والله الا عيب بالله. نمتي جرحك كيشوف كيتوشيك في كرامتك. تصوروا الياس العماري ما كنهضرش معاه، والله ما كنهضروا انا وياه، قاطع الغاء. وكتبت له رساله غير هذه 3 ايام ولا 4 ايام، انا كتبتها له. قلت له خصك يتسع صدرك للنقد، ومتى ضاق صدرك انتهيت سياسيا. وها هو الياس اللي كلكم تواصلوا معاه الصحفيين، قول له شو يفتح لي شنو كتبت له، وما كيهضرش معايا. وملي ما بغاش يهضر معايا كتبت له هذه الرساله. علاش؟ لانه تقلق من الحوار اللي درت معاه، التداعيات ديالو خصوصا داكشي ديال الملك، وتقلق من الرد ديالي على زيان، وتقلق من الرد ديالي على المناظره ديالو الحلقه اللي درت. وانا كنت كنظن هذاك الياس كيتميز على الامناء، خاطر واسع. اكتشف في الاخر انه بحاله غير هو يعني بحالهم الياس العمار. وكيجي بائس كتلقى شي تدوينه كيجي ملك الباو لقاو هاد الفزاعه تصور البؤس. وكتناقش انت الملكيه وكتناقش القصر ديال الملك والقصوره وشحال عند الملك وصلاحيات الملك، وكيجيو البؤساء لانهم باغيين يعزلوك. ويبدا يناقش علاش؟ فقط لان المغاربه هزوا فوق الكتاف صافي. بنادم صحر قاس عليك تيقول صافي راه طاح. المهداوي راه عمرو يطيح، كنتو تعرفوا هادي. المهداوي عمرو يطيح. المهداوي المهم لا تزكوا انفسكم. ما كنبغيش نهضر بهذه الطريقه، ولكن غنقول لكم فكره. راه شحال من واحد كيضر البلاد كيعتبر راسو مناضل، والله الا كضروا البلاد وكضروا واحد اللعبه نقولها لكم كدارها المغاربه دابا. اخطرش كيديروا دابا جوج لعبات. واحد هو د المخزن وكيتهمك انت راك مخزني، وواحد كيدير لك صوره سيليا ولا كيدير لك صوره ناصر الزفزافي، كيبدا يسب فيك ويعاير فيك. كتمشي صفحتو تيكون ديجا داير هو مزيان باش تدخل صفحتو يتلفك. هو في الحقيقه راه ديال صحاب الحال، هو داير صورة سيريا ويهجم عليك. هو راه ما عنده علاقه لا بسيريا ولا بالريف ولا بوالو. ولهذا كنختم كنقول لكم المغاربه علاش انا جبت الهضره هذه. بس تفكرت داك الطبيب تصور باش تعرف بنادم سوقو خاوي. واسمح لي انا ما عمري ما كنجبد شي واحد، الا لاحظتوا اي واحد حتى داك اللي في الطاليان عمري ما كنكون كنجبد. هذاك اللي في الطاليان جبدني المره الاولى والثانيه وعيطوا لي الناس كيقولوا لي رد عليه، ما عمري ما كنرد، ما تبغيش تنسميه. حيت انا عندي صراع مع اخنوش، عندي صراع مع الفساد، انا عندي مقاربتي الخاصه الصراع. انت باغي تدخل من الشرج، انا باغي ندخل من الباب. انا باغي ندخل اخويا من السطح. كيراني شي حسنه ماشي بالضروره ندخلوا كلنا من الباب. انت والنضال داخل المغرب ماشي هو النضال برا، كيختلفوا الشروط والسياق. راه ساهل ننتحر وندخل الحبس وما يبقى يهضر حتى واحد على صلاح الدين الخاي. صافي تبغيني عاد ندخل باش انت لا بقى انا حي هنا باش نهضر على صلاح ونهضر على فلان وشويه بشويه، وانت كدير شويه منا والاخر كيدير شويه من برا، وكنتعاونوا في اخر المطاف كنصبوا فينا. شنو زعما المهداوي كيخاف من الحموش؟ المهداوي مابقاش كنثق فيه. المهداوي راه عنده شعبه، المهداوي راه عنده جمهوره، المهداوي عنده انصاره، المهداوي راه عنده الناس اللي كيحبوه. غتقول المهداوي زعما شنو زعما كاع؟ اش غتضيف ليا كاع؟
ما تضيف ليا وجي. وكنقول لكم باش تشوفوا الثقافه السياسيه الضعيفه. انا راه كنتصارع مع ناس ضعاف في السياسه، ضعاف كيبان لك بنادم ما عندوش بعد النظر. عاد تجمع على شباط، علاش هاد الطبيب هذا اللي شباط قتل وذبح، واش علاش تقول دابا شباط قتل؟ علاش واحد السيد عطاك موقف زوين من الريف، انت اللي هاجمتي شباط دابا راه هاجمتي موقفه الضامن للريف. دونك اللي هاجمتي موقفه الضامن للريف لمصلحه من؟ شكون المستفيد الان من عزل الريف؟ اذا يا اما انت خدام اجنده، اما انت راك ما واعيش، عا باغي عاتبان، باغي اللايكات. شحال واحد دابا كيهجم على شي واحد اللي عارف المغاربه ضده شباط باش يقولوا جاي معلم، وقت المغاربه دابا غير تعاير لهم شي واحد جاي. السؤال لا بوليتيك. شباط عطينا موقف رجولي بطولي دابا من الريف، واعر تزاعم سياسي والله ما قدر يدير الموقف اللي دارو شباط. شنو مصلحتي انا نقول شباط كان باك وكان جدك وريافه ولادك شناش وانت كتقول كبتك على الريف؟ زعيم سياسي، امين عام حزب سياسي، عاطيك موقف رجولي، باغي تضعفو انت السي الطبيب. اش من طب واش من علم واش من سياسه؟ لمصلحه من؟ لمصلحه من؟ واش واعيها ولا ما واعيهاش؟ واش انا شباط تذاكرتك احسن مني؟ تنعرف شباط، انا شباط دعاني، انا شباط كان عندي الحبس اللي بغيتي، ولكن واش معنى هذا نقول المداوي نختصر فيه مع نناقشوا مصلحه الوطن؟ هذا بنادم خصو اللي ما كيفهمش في السياسه يدخل سوق راسو، سكتوا نظر على قدو. ها هو البؤس، ها المحاكمه، ها هي اسره كتموت في اسفي، ها القضاء التلاعبات والهيلبه، ها علاش كنهضر، ها الاصل، ها الصراع. ولهذا زوار موقع بديل كنحييكم وكنقولوا هذا الملف راه خطير بكل المقاييس. كنحييكم على امل اللقاء بكم في حلقه اخرى بحول الله. الى اللقاء.